من ضمن برضو الزارت اللي سمعته قال لك الشعب المصري حرامية. طب خلي حد غيرك يتكلم يا كسكسي. فضايح فضايح، استر علينا يا رب. في فضيحة تكسف بني آدم وفضيحة تعر بلد. سنة 2024 البطلة المصرية جوي روماني بطلة العالم في الشطرنج كانت بتحضر مسابقة في تونس، وطبعا كسبت كالعادة وراجعة بالكاس. بتبص في مطار تونس كده، بتفتح الشنطة ما لقيتش الكاس. البنت ما كدبتش خبر، اول ما نزلت مصر قامت فاتحه فيديو وفاتحاهم. الاتحاد العالمي للشطرنج نزل ساعتها بيان بيطالب تونس باسترداد الكاس، والا سيتم منع اجراء دورات تانية في تونس. مش قادر افهم البني ادم اللي فكر انه يسرق كاس من عيله صغيره. بعد عنك سواد مغلي من جوه، حقد، شغل سلايف رخيص. هتعمل بيه ايه؟ يالا هتحطه في النيش؟ اظن كفايه عليك كده يا كسكسي. وان عدتم عدنا وانا اعلم عنكم الكثير. تدخل بلدنا ضيف نشيلك في عينينا، تفكر تبلطج علينا، مالكش الا اللي في رجلينا. مصر دولة كبيرة وليها سيادة، تاخد الاذن وساعتها بقى نشاور نفسينا ونشوف اذا كنا هندخلك ولا هنبيتك في العربية في سرت. اللي سامعاه دلوقتي ان القافلة اللي كانت المفروض تكسر الحصار متحاصرة في ليبيا وطالبة معونات. حبايب ماما سندوتشات وبيب. بص هروق عليكوا وجبات كومبو. خد بعضك وارجع، وبعد كده خلي رئيسك هو اللي يخاطب رئيسنا ويقول